يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده وسقط مغشيا عليه من كثرة الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: كان أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك اليوم كله لطلحة. أما سعد بن الربيع فاستمات دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثخنه المشركون فأسقطوه صريعا، فأدركه أحد الصحابة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.